انا حاسب لي انا هنسحب كزمالك واديك 3 بونت المره اللي فاتت خدت بيهم الدوري. تمام. وانا المره دي هنسحب وخد ال3 بونت عشان تبقى المركز الثاني. طب القرار هينزل بكره؟ يا باشا دي تمثيليه رخيصه جدا جدا. في النهارده شوبير ومدحت رمضان كريم بقى، رمضان كريم. ميدو شلت عامل مؤتمر صحفي ملوش اي لازمه. قلت فيه ايه بقى؟ اوعى تفتكر ان انت قلت لا بتاع بونتو دول هيفيدوا الزمالك. قلت ايه؟ قال لك الحكام المصريين ظلمه وكفره ما يعرفوش ربنا، مش عايزين حكام مصريين. خلاص؟ طب لما لقيت حكام مصريين في الماتش ده بتبوسوا بعض ليه؟ عشان الاهلي لا انا عايزك تكسب الاهلي باللعب. واخد بالك؟ باسوا بعض في المقصوره. ومبروك مبروك على ايه؟ انك انت خدت 3 بونت من انسحاب. لا انا كنت هاخدهم بلعب. واخد بالك؟ ادي 1 2. طيب دلوقتي لو الزمالك بعد كده جابوا له حكام مصريين في اي ماتش والحكم المصري فاسد وظلمك وفرمك، تقدر تتكلم؟ ليه؟ انت توافقت. ما انت وافقت وهللت. طيب النادي الاهلي يقعدوا يقولوا له ايه؟ الحكام المصريين هم اللي بيساعدوه، مش هاني كمثال. طب لما جالك مصريين زعلت ليه؟ حاجه مش طبيعيه. حاجه ضد حاجه، ضد بعضها بصراحه. هو كهربا من الاول اهلاوي. هو كهربا جه ازاي؟ اخوه قتل واحد. جنايه قتل عمد. تمام؟ قلت له دي فيها اعدام لانها عمد مع سبق الاصرار. وهو قاعد عندي في المكتب ومعاه والده. قلت له تعالى امضي مع الزمالك ومش هاخد منك ولا مليم وهجيب لك اخف عقوبه. وحصل مضى مقابل الاتعاب اللي انا كنت هاخدها. ده انت قلت لوزير الشباب والرياضه لعمري الله يرحمه لو انت شارب من بيت امك ابعت لجنه تفتش على النادي. ده سلام برضه اجتماعي يا راجل. ده بعت بلطجيه للمحترم الراقي الله يرحمه برضه المرحوم العمري، وعنده مؤتمر دخلوا كسروا البتاع وجروه. سلم ايه واجتماعي ايه وزفت الطين ايه اللي انت بتتكلم فيه يا راجل؟ ده انت قلت لوزير الشباب دلوقتي اتلهي لما ضربوا بعض في لجنه العرف جوه النادي. قلت له اتلهي خليك في مشاكلك ومصايبك. جاي تقول لي سلام اجتماعي يا باشا. بص طعم الفم العلم استحيه قوي. ايش موضوع الزمالك والاهلي؟ خدتوا ال3 نقاط ولا ايش صار؟ لا لسه قرار رابطه الانديه الرسمي بكره في ميعاده. احنا كنادي الزمالك كنا موجودين في الملعب وكنا بنتمنى ان احنا نلعب الماتش. ياخذها الزمالك ولا يكون الاهلي اقوى من الاتحاد؟ لا مصر اقوى من اي مؤسسه في مصر. مصر دوله قويه وعندها نظام قوي ولا يوجد اي مؤسسه في مصر اقوى من الدوله. والنتيجه هتكون بكره. يعني نادي الزمالك التزم بكل واجباته. نادي الزمالك عارف دوره الوطني في ان هي مش مجرد مباراه كره قدم فقط، ولكنها مباراه تعتبر واجهه للرياضه المصريه. وكنا موجودين في الملعب وجمهورنا كان موجود في الملعب وجمهور الاهلي كان موجود. النادي الاهلي لعب المباراه ولا حسمت 3 نقاط للزمالك؟ 3 نقاط للزمالك. كان قاعد عمال يولول وادوني العداله التحكيميه وده الجميع ينافس على المركز الثاني، والحكام المصريين حكام سيئين. دلوقتي بقت جميله وهناخد النقط وبتاع. صحيح العيبه تلهيك وتجيب اللي فيها فيك.